الحضارة الإسلامية العظيمة التي لولاها ما وصل العالم إلى ما وصل إليه ونعهده الآن. ومؤخرا معرض بمتحف العلوم بلندن عن 1001 اختراع، من بينهم ابن الجزري اللي من آلاته آلات رفع المياه. ولا ننسى محمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات اللي اكتشف الأرقام العربية، اللي الصفر أذهل العالم كله. ولا ننسى الزهراوي عالم الطب العظيم ومؤسس علم الجراحة، وهو أول من أدخل القطن في الطب، واللي أبحاثه ما زالت محط أنظار وإعجاب العالم عن مرض السرطان. ولا ننسى أول مستشفى أنشئت سنة 278 هجريا، مستشفى أحمد ابن طولون. ولا ننسى مدرسة الصيدلة وأول صيدلية أنشأت إنها المسلمين. حتى مشروب القهوة من اكتشاف المسلمين، حينما كان راعي الغنم يرعى الأغنام ووجدهم في حالة نشاط لأكلهم ثمار القهوة، ليأخذ ثمار القهوة ويغليها ليعمل أول مشروب قهوة على مستوى العالم. إنها الحضارة الإسلامية، وذاك الإرث الثقافي العظيم الذي إذا علا علونا وإذا محى محانا وضعنا وتشتت.